من قبل كنا نسمع أن المرأة من تتعارك ويا زوجها تاخذ جهالها وتروح لبيت أهلها، وبعد ما يسمعون القرايب والحبايب بقصة الزعل ينصحوها ويقولوا لها عوفي الجهال يمه حتى يحس بمعاناتك، حتى يحير بيهم، حتى يضوجوه ويرجع يصالحك وياخذك. وهي طبعا تطبق النصيحة بدون ما تفكر جهالي شلون أعوفهم. هذا الطفل اللي يقعد الصبح وما يلقى أمه يمه شنو راح يحس؟ وشلون راح يفكر؟ أبوها شلون راح يتعامل وياه؟ ونفسيته ايش قد راح تتأذى؟ زوجك أذاك وأنت زعلتي، ابنكم شنو ذنبه؟ هسه إذا كان الخلاف بيناتكم والجهال ما متأثرين وزوجك بطبيعته حنون على أولاده ممكن تسوين هيك شيء، بس إذا زوجك معنفك ومأذيك تنفذين بجلدك وتقعدين ببيت أهلك وتعوفي له أولادك كبش فداء يعنفهم بمكانك، مو كل نصيحة تسمعيها لازم تطبقيها. استخدمي عقلك وقيمي وضعك، ورجاء لا تنصحون النساء لمجرد النصيحة، ترى الظروف مختلفة والشخصيات كلش مختلفة. نصيحتكم مو قانون حتى تحطوه قالب على كل الحالات. بلوبيري، المستقبل يصنعه المؤثرون.